ننسى أسيرا ولا شهيدا ولا جريحا. لن ننسى سهلا ولا جبلا ولا بحرا ولا نهرا. لن ننسى من يحملون السماء على أكتافهم. لن ننسى أمهاتنا وعائلات الشهداء. كامل الأرض ممكن. لن ننسى فلسطين. وللأسف يجب التنويه هنا أننا عندما نقول فلسطين نقصد كامل التراب الفلسطيني، لأنه مؤخرا وفي بعض المطابخ السياسية هنالك إعادة تعريف لفلسطين، ما قبل حدود كذا وما بعد حدود كذا وكل هذا الكلام الفاضي. فلسطين هي فلسطين اللي علمونا نرسمها وإحنا صغار بالمدرسة، الخارطة اللي كلنا بنعرفها. فلن ننسى فلسطين. الحضور الكريم، يشرفني أنا غسان سلامة أن أقدم هذه الليلة الوطنية التي تتزين بحضوركم، وأن نبدأ هذا الحفل مهرجان لن ننسى بالترحيب براعي الحفل سعادة نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي. ونرحب بضيوف المهرجان المكرمين. أولا عائلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير من فلسطين. الأخوات والأخوة الحضور، الأخوات والأخوة الضيوف من فلسطين، مساء الخير. وهو يحتمل ومخرز الموت في جنبيه منتشل، حتى أناخ بباب الدار إذ وصلوا، وعندما أبصروا فيض الدماء جفلوا. صبر الفلسطينيين صبور أنت يا جمل. الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم بالمحبة والحرية والجمال، بالنضال بالكلمة واللون والفكرة. أسعد الله مساءكم بالرياحين وزغاريد الأمهات على مشارف المدن العصية والخيول. وسلام على أرواح الشهداء والقابضين على جرحهم الندي. سلام على صيحات أبطال مؤتة واليرموك ومعركة الكرامة الأبية. سلام على صمود أهلنا في الأراضي المحتلة. تحية عز وفخار لهم ولكم أيها العابرون إلى الحلم من شرفات الغيم. نجتمع الليلة في عمان الرايات والكبرياء، عمان العروبة والكينونة والتاريخ، في إطلاق فعاليات هذا المهرجان العروبي الذي تنظمه مؤسسة فجرنا للأفلام، هذه الشركة الأردنية الرائدة في الإنتاج في مجال الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وإقامة المهرجانات الإنسانية والوطنية، وتسليط الضوء في مجمل إنتاجاتها الدرامية والتوثيقية البصرية على القضية الفلسطينية. يوسف العبادي، هذا الرجل زاملته سياسيا، فلم أكن أعرف من مواقفه أنه فلسطيني الأصل أو أردني الأصل أو عربي من أي دولة عربية. فإذا حسبت على فلسطين فهو فلسطيني، وإذا حسبت على الأردن فهو أردني، وعلى العروبة فهو عربي أصيل. ولذلك شرف لي أكون في هذا المجال. في البداية بتعرف على حالي، أنا فلسطيني من أصل فلسطيني، أردني من أصل فلسطيني، لكن أنا كان لي أمهات تنتين. الأم اللي ولدتني واللي حملت فيي، ولما ولدتني أخذوها مني، لا خلوها تشم ريحتي ولا خلوها تشوفني ولا خلوها تلمسني أبدا. لحظة الولادة ما في. فأجت الأم الثانية، هذه الأم الثانية اللي هي أخذتني وكانت محل الأم الأولى، وربتني وحضنتني وعلمتني ودربتني. عن الجانب الأسود في العالم العربي، الجانب السياسي المهزوم اللي بتمثله قيادات كل الدول العربية، بدي أحكي عن الجانب المضيء الآخر، جانب الشعوب وجانب الشعب الفلسطيني. حقيقة أنا بدي أحكي عن تجربتي في الحياة.
أنا كان في حرب ال67 كان عمري 16 سنة، وكنا بدنا نروح على يافا وعلى حيفا وعلى الرمل وعلى اللد، وبتوقع اللي في سني كان يمكن بعاشوا هذه اللحظات. ولكن المصيبة والكارثة في 6 ساعات كانوا الإسرائيليين مجتاحين كل العالم العربي في 6 ساعات. أنا في هذاك الزمن كأنه واحد نزل من سل درجة 100 وهبط على الأرض، متنا، كان في موات، مش معقول. وصلنا إلى مرحلة، أنا بحكي عن نفسي، وصلت إلى مرحلة مت من الخوف. كان يقول هذول هي صاروا في المستشفى الهلال، وصاروا في الإشرافية واليهود، وصاروا كذا وصاروا، لأنه شيء زي الجن. معقول دول عربية والقاهر والظافر و500 طيارة نزلنا وكذا طيارة وخلصنا وانتهينا، وفي الأخير في 6 ساعات كانوا كلهم مهزومين. بعد هذا الزمن، بعد 55 سنة من هذا الأردنيين والفدائيين والفلسطينيين والياسين هؤلاء، معركة الكرامة مش هذا الدور. معركة الكرامة أنا كنت بشبهها زي واحد كان ماشي في الصحراء وانقطعت فيه السبل، بطل يعرف الاتجاه تبعه، شمال يمين شرق غرب، وأشرف على الموت وبقى ينازع، فلقى قارورة مي. قارورة المي مش حقها دينار، حتى هذه حقها أمي صحت من هذاك اللحظة بعد ما كانت ميتي. فبدت الأمور في معركة الكرامة. الآن أنا لما بطلع لهذاك الموقف اللي كنا فيه في 67 والخوف، وبعد 55 سنة بشوف مين الخايف، الشعب الفلسطيني ولا العدو الصهيوني اللي خايف؟ هذا العدو الصهيوني بعد 74 سنة وهو محتل كل فلسطين التاريخية، وبكل العملاء الفلسطينيين اللي معاه، وبكل العملاء العرب اللي معاه، وبكل عملاء الدول العظيمة معاه، وبكل الأرض كلها معاه، لم يستطع أن يمشي 2000 واحد براياته في القدس اللي هو صار له 74 حكمة، بده 6000 جندي عشان يحموه لمدة ساعتين من هذا الشعب الأعزل. هذا الأم اللي كيف هذا الأم يعني كيف هذا الابن تبعها حست كأنه شايفته في الجنة، كأنها بتشوفه في الجنة قاعد. هذه لما تكون تحمل جنازته وتكون هي حاسة حالها كأنها أم بطل، أم شهيد. أنا بتوقع إنه هذا الشعب لن يهزم. هذه قضية ربانية اللي بده الجنة هذه الطريقة، وهذه قضية قومية اللي بده قومية بهذه الطريقة، وهذه قضية حقوق إنسان اللي بده حقوق إنسان بهذه الطريقة، وهذه قضية ظالم مظلوم بده إياها هذه الطريقة. أنا بتوقع الشعب الفلسطيني انقسم إلى جزئين. 7 ملايين فلسطيني، ولأول مرة في تاريخ البشرية بيكون 7 ملايين فلسطيني على أرض فلسطين التاريخية، و7 ملايين فلسطيني خارج أرض فلسطين التاريخية. أنا بتوقع كل إنسان خارج أرض فلسطين التاريخية من أصل فلسطيني، يعني ممكن هو يكون أمريكي جنسيته أمريكية بس من أصل فلسطيني، سعودي من أصل فلسطيني، إماراتي من أصل فلسطيني، أردني من أصل فلسطيني، من أي أصل هو لاجئ. ليش أنا بقول عنه لاجئ؟ لأنه أنا بعتقد الوطن زي البيت. البيت في أي لحظة بدك تدخل، بأي لحظة بدك تجي، في الليل في النهار، سكرت 10 سنين 20 سنة، ما في ضوابط. لكن اللاجئ لا يستطيع أن يرجع إلى هذا البيت إلا بشروط وبأمور معينة، ولذلك كنا لاجئين إلى أن نعود إلى أرض فلسطين. لا يعني ذلك المسلمين لو لم يكن هذا المحتل لم نتكلم أبدا، وقسما بالله لو كان هذا المحتل في أوروبا، وطن في أوروبا، أو الوطن اللي سببه كان موجود في أوكرانيا ولا في بلاد آسيا، لقيتهم أسوأ منا بكثير. إحنا مشكلة العمالة عندنا، ومشكلة الخيانة عندنا، ومشكلة التطبيع عندنا، وكل المشاكل الموجودة عندنا بسبب وجود هذا العدو، مش لازم أصالح عروتنا، ولا أصالح غازاتنا، ولا أصالح شعوبنا، ولا أصالح. لو ما فيش عندنا احتلال ليش تكون خائن؟ وليش بده يكون هذا عميل؟ وليش بده يكون خادم لشعبه؟ أنا بتوقع أصل المشكلة ليست الحكام وليست كذا، أصل المشكلة في وجود هذا العدو على أرض فلسطين التاريخية. كانت المرحلة الأولى الخطيرة واللي احنا عملنا ملتقى قومي، ملتقى وطني لحماية المقاومة، كان بدل هذا الملتقى اللي صار من مجموعة أحزاب، كان هذا الملتقى لما صارت صفقة القرن. وبعدها لما تغيرت صار هذا الملتقى ولحماية غزة وحماية الوطن. طبعا حماية الوطن كان الناس تفكروا انتم بدل الجيش يعني بدكم تحموا الوطن، شو بدكم تحموا فيه الوطن؟ احنا حماية الوطن في اللي جاي. حماية الوطن اليوم انتهوا الفلسطينيين، انتهوا اليهود من فلسطين، والآن كل الحلم تبعهم انه هذا الوطن وطن بديل لليهود. هذا الوطن البديل اللي بيشتغلوا عليه انه الوطن بيعتبروه الأردن. طبعا ما في ولا واحد انسان في الدنيا، لا عربي ولا مسلم ولا أردني ولا فلسطيني ولا خائن ولا مش خائن ولا وطني ولا مش وطني يقدر يكون الأردن وطن بديل. أنا لن أقبل تحرير فلسطين كلها على حساب أي دولة عربية.
أنا لن أقبل. والآن أنا بتوقع الشعب الوحيد الحر اللي عايش في العالم العربي هو الشعب الفلسطيني، لأنه عدوه واضح، وعدوه هو العدو الواضح واللي يرشح عليه البنان. هذا هو العدو الأصلي. أنا مش عدو إلي العروبتي، حتى المطبع في الإمارات وحتى في السعودية وحتى في الخليج وحتى في العرب وحتى مش هذول الأعداء. عدوي أنا الأصلي هو العدو الصهيوني، ولن تعود لهذه الأمة كرامتها، ولن تعود لهذه الأمة وجودها، ولن تعود لهذه الأمة إحساسها بحريتها إلا بزوال هذا الاحتلال. والله لو ظلوا على شبر واحد من فلسطين لن تنتهي مشكلتنا. ولكن كما وعدهم ربنا بالعلو، واحنا بنشوف هذا العلو اللي عايشينه، بنشوف هذا العلو العالمي اللي هم عايشين على مستوى العالم كله، مش بس على اردن وفلسطين، ولكن في مقابل تدمير مع التدمير. السيد طاهر، حقا الشعب الأردني والشعب الفلسطيني شعب واحد، وهذه مش فلاشات. أي حدا بيطلع الشارع هلا يعني أتحداه أن يقدر يفرق مين الفلسطيني ومين الأردني. ومعاناة الشعب الأردني من الاحتلال مش كشعب بعيد ومتضامن عن بعد، الشعب الأردني متضرر أول من هذا الاحتلال، فإحنا يعني بالهوس. الآن فلنستمع لكلمة من صاحبة المواقف الوطنية المشرفة ضحوك مأمون الدولي. احنا وجه المستقبل اللي ممكن يكون ظاهر مشوه، لكن من الداخل جميل ومضيء. نحن نعجز أن نكون مثل رمضان المجزر. لم أرى طفلا يتمتع بهذه العروبة مثل رمضان المجزر. اهلنا من وعوا على الدنيا وعلى وجع فلسطين وحدها، لكن انا لما وعيت على وجع لبنان وسوريا والعراق واليمن، فصار صوت الجمهور العربي من فلسطين بس. الله يحيي فلسطين وشعب فلسطين وأمهات فلسطين وآباء فلسطين بهذا الطفل. احنا بنشرب السياسة والأخبار والقصص الحزينة في حليب الصباح، وبنرسم صور التحدي والوجع على المراجيح والألعاب. بإذن الله تحرير فلسطين على أيديهم مثل رمضان المجزر. فلسطين هتتحرر على أيدي رمضان المجزر وأمثال رمضان المجزر. يا عرب، غضب وغضب وغضب. يا عرب، الطغاة يأكلون من أجسادنا ويشربون دماءنا. بلاد عهد والدرة تختصر، تاريخ دمشق يئن. ألم يصلكم أنينه من حلب؟ كسروا الأقلام وقطعوا ألسنة النخر. خنساء اليمن تدفن الأب قبل الولد. زلزلت الأرض من الغضب، قهوة مضاربكم أصبحنا لها حطب. يا أمتي، يا أمتي على أمجادنا يرقص فوقها الجنات. يخلع اليمن الأسود لتلبس فلسطين السواد. سوريون في العراء لا دفع لخيمتهم ولا أوتاد، ومخاوف على مصر تزداد وتزداد وتزداد. تقيم مجالس صلاة الأعداد ويقولون هناك من يقف على الحياد. هذا هو الحياد ونحن أمة السؤال. خنساؤنا تجد صراخا. أرأيت صرخا في الفضاء المجداد؟ ألا يوجد لحالنا نقاد؟ والله لا تقبل الأرض الاستعباد. ألم يشهد التاريخ ظلما أكثر من هكذا أحقاد؟ يا عرب، يا عرب، زورقكم لم يلق من يبكي عليه حتى الصياد. تاريخنا صور أبادها الأحقاد.
وعبث في رسمها الحساد. زيتوننا لمدافع العدو حصاد. يا عرب تطاول الأوغاد، أكلوا الأكباد والعيون العقاد. يا عرب نحن الأردن رسول المسيح، قطرة منه أغلى من الذهب. يا عرب هل بالمؤمن لله سجد؟ يا عراق جلبوا لك الإعصار. يا بغداد المسوك الأسوار، جفت الآبار وهدمت الآثار. جزر التمر يشتعل به النار، قتلوا أحرف الرصافي والسيار سرقت منه الأشعار. العروبة تصرخ من لوعة الفراق، إننا في شوق للعناق. فلسطين، دمشق، يا عراق. لم نعد أمة سادت الدنيا وتحدت الأقطار. يا أمة العرب تغرد لها الأمجاد، قامت على شهامتها وأسلافها البلاد. سيف العقوبة قوة للعدا والمنحرات، والموت في سبيل الأوطان عند الرميات. وأم الشهيد تغرد بالاستشهاد، زيتوننا لمدافع العدو حصاد. يا عرب وين الدم العربي فين؟ يا عرب وين الشعب العربي فين؟ أين يا قوم بلادي عدت عليها الأعادي؟ ليس للعرب حياة وفلسطين تنادي. الوحدة الكبرى، الوحدة الكبرى. يجون من خارج الأردن إلى بلدهم الثاني، أهلا وسهلا بكم، وأحيي وأثني بشكر موصول للإنجاز اللي صار، ولكلمة أختنا ضحوك الداود اللي صحت فينا مشاعر، الله يعطيها العافية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بلاد مباركة طاهرة طيبة، بلاد كتب عليها أن تدفع ثمن الصراع بين الخير والشر. لأرملة التراب الحية الرقطاء غادرته في الحرب من 20 عاما، يومها قبلته ومضيت، لكنه قطع المسافة خلفنا حتى أريح، وظل يركض حافيا للجسر. قصيدة الثانية الأخيرة هنا بعنوان رسائل سوداء. هل نسقط الراية في آخر المشوار؟ هل ننحني حتى يمر الميتون إلى خريف السلم؟ هل نمضي إلى أعدائنا؟ كان المخيم جملة الشعراء وكتابنا الأرضي للصنم المعلق في السماء. كنا وكان القلب مشمشة تنقرها الطيور، وكان بيت الشعر أزرق كالمياه نمده ما بيننا فنعانق الشجر البعيد. وكنت أجمل من نبي تقضم الصوان حتى لا تجوع. ترى من أطفأك في الأرض يا ناي الرعاة وحولك لتصير صوتا ضائعا
في هذه الصحراء. تبلغ السماء موطني